يعني إيه تفهم جمهورك صح أو ما يسمى بالباير بيرسونا؟ قبل ما تكتب إعلان أو قبل ما تعمل كورس أو قبل حتى ما تنزل ريل على السوشيال ميديا، اسأل نفسك سؤال بسيط جدا: أنا بكلم مين؟ مش قصدي هنا السن والوظيفة، المهم لازم تعرف أنا بكلم شخص بيفكر إزاي، حاسس بإيه، وبيدور على إيه باستمرار. لأنك لو مش عارف جمهورك صح ممكن تقول لهم كلام صح بس هتلاقيه مش مناسب ليهم، والمحتوى اللي مش مناسب مش هيوصل حتى لو كان ممتاز. طيب يعني ايه بقى الباير بيرسونا؟ الباير بيرسونا هي صورة واقعية ذهنية لشخص واحد مثالي من جمهورك، بتفهمه كأنه صاحبك، بيشتغل ايه وخايف من ايه وعايز يحقق ايه وحتى هو بيتابع مين ويا ترى ايه اللي بيخليه يشتري. خليني اقول لك مثال: لو انت مثلا بتبيع كورس في كتابة المحتوى، تفتكر الجمهور بتاعك هو كل الناس اللي بتحب الكتابة، ولا الجمهور بتاعك هنا هيبقى مثلا الفريلانسرز اللي عاوزين يوقعوا اول عميل في خلال 30 يوم بس؟ المحتوى في الحالتين هيكون مختلف في النبرة بتاعتك وزاوية الكلام وفي العرض وفي نوع القصة اللي انت هتحكيها. في تقرير مهم جدا طلع من هاب سبوت بيقول الشركات اللي بتستخدم باير بيرسونا صح ودقيقة بيزيد عندها السي تي ار بنسبة 171%، وبيزيد معدل التحويل او الكونفرجن ريت بنسبة 24%. السؤال هنا: تبدأ منين؟ اعمل الحاجات اللي انا هقول لك عليها ببساطة. واحد، اسأل جمهورك أسئلة حقيقية، مثلا ايه اللي موقفك تبدأ؟ ايه اكبر عائق بيقابلك في شغلك؟ نفسك توصل لأنهي نتيجة بالظبط من خلال الكورس او الخدمة حتى اللي انا بقدمها؟ اتنين، راقب تعليقاتهم وكلامهم، استخدم نفس الجمل اللي هم بيقولوها، ما تركبش كلام مش شبههم علشان تبان انك انت بروفيشنال اكتر. الناس بتشتري لما تحس بجد انك انت فاهمهم مش بتكلمهم من حتة اعلى منهم. ثلاثة، دون كل الملاحظات دي في ورقه واحده، يعني مثلا اكتب في الورقه دي ان اول باير بيرسونا معاك هو احمد، فريلانسر عنده 24 سنه، نفسه يكسب من الكتابه، مش عارف يبدا، شاف كورسات كتير وخايف يجرب. وكل مره انت فيها هتكتب اعلان اقرا الورقه دي الاول. الخلاصة انت مش بتكلم جمهور، انت بتكلم شخص واحد حقيقي، بني ادم زيه زيك، وكل ما وصفك ليه كان حقيقي اكتر كل ما كان كلامك مؤثر فيه اكتر وكل ما احتمالية البيع زادت بجد. قولي كده في الكومنتات، هل عندك باير بيرسونا للجمهور بتاعك واضحة، ولا بتحس دايما انك بتكتب وتايه ومش عارف انت بتكلم مين؟ هستنى ردك. السلام عليكم.